صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء، وتحياتي لكم جميعا أينما كنتم. أنتم الآن تشاهدون قناتكم حورس للعملات القديمة. معنا الآن ورقة فئة 100 جنيه البنك الأهلي المصري، تحمل صورة الملك فاروق. الورقة دي اللي كانت بتتسمى الورقة أم مدنة، عشان عليها زي ما احنا شايفين هو المدنة. صدرت يوم 15 مايو عام 1951. أحمد زكي سعد، المحافظ أحمد زكي سعد، توقيع المحافظ أحمد زكي سعد. صورة الملك فاروق اهي زي ما احنا شايفينها اهي. البنك الأهلي المصري، ورقة 100 جنيه. ظهر الورقة كان برضو بيحمل شعار إسلامي، ما كانش فيه شعار فرعوني زي الورق المصري اللي كان موجود ولا زال. 100 جنيه اهي، ورقة 100 جنيه 100 Egyptian pound. الورقة دي يا جماعة سعرها عالي شوية، وهي تستحق، هي ورقة أصلية. سعرها حوالي 4500 جنيه، سعرها 4500 جنيه. وعلى فكرة ممكن تدخل مزاد وتتباع بأغلى من كده. ورقة جميلة جدا. الورقة دي كانت تشتري أيامها، دي كانت تشتري عمارة. تشتري عمارة. حاجة يعني. أتمنى إن حضراتكم تعملوا لايك للفيديو، واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بأمر الله. تحياتي لكم جميعا.